صباح الخير أحبابي، صباح التفاؤل، صباح الأخبار السعيدة يا رب علينا وعليكم كلكم إن شاء الله. النهاردة بقى كده بنبدأ صباحنا. طبعا النهاردة آخر يوم في نوة القاسم. فطبعا كان في أتربة وكان في طبعا عواصف شديدة. طبعا لازم يعني أعمل الروتين ده بعد النوة، لأنه طبعا الدنيا مطربة. طبعا مش عايزاكم تتخضوا من المنظر، هنروق الدنيا بسرعة وفي الإنجاز، يعني هنعمل شوية تجديدات كده سريعة. طبعا المنظر اللي احنا شايفينه الصعب ده للأسف السفرة عندي الإزاز بتاعها طق من كنت يعني النور مقطوع، وللأسف ما يعني ما ركزتش، حطيت صينية المكرونة البشاميل سخنة طالعة من يعني الفرن، فحطيتها على طول على السفرة. للأسف سمعت بقى طاقة جامدة جدا، اكتشفت ان انا ما حطيتش اي مفرش اي عازل للإزاز. فيا قدر الله ما شاء فعل، وان شاء الله هبقى اغيره يعني. المهم دلوقتي انا كمان التابلو حسيت ان برضو ان انا عايزة اغير شوية، فغيرت التابلو بتابلو تاني. لو انا يعني بشتغل وما احسش ان انا منظفة غير لما فعلا اغير اماكن، واغير كراسي، واغير اوض وكده، عشان احس فعلا ان انا نظفت واحس بالتغيير. هنا بقى حبايبي برضو من ضمن الافتكاسات اللي انا عملتها، يبقى قولوا لي رايكم ايه برضو. ان انا عملت فازه بتنور كده، حطيت فيها حبل نور كده وشويه ورد مجفف. تمام. ونورتها كده، ولقيت عندي ورد زيادة في البيت كده عندي، قدرت ان انا استغنى عنه وحطيته في الازازة دي. قلت كتغيير كده، وهوريكم دلوقتي هحطها فين. وهتعمل شكل لطيف يعني. هنا بقى كمان عندي بقى الدفاية دي موجودة، علشان كل اللي يعني عنده حاجة محتار يعني يحطها فين. خصوصا الاولاد عندي يروح حاططها على الدفايه، فتلاقي الدفايه دايما مكركبه عندي للاسف. اكيد كلكم بقى انتوا عارفين النظام، الاولاد بنشتغل والدنيا بترجع مختلفه، بس الله المستعان يعني. طبعا ايه لمعتها كده وظبطت الشمعدان بقى وكده، وظبطت المفارش، طبعا غسلت المفارش لانها كانت متطربه برضو. تمام. وادي منظرها، ادي بدأت الدنيا تروق معانا كده. بعد كده تعالوا بقى معايا بقى المطبخ، يعني من الحاجات اللي دايما بتبقى قليل قوي ما بنشوفها متوضبه. استخدام المطبخ بقى والمواعين، خصوصا بعد ما غسالة الأطباق عندي وقفت للأسف وبايظة للأسف. فيعني المواعين عندي بقت ايه كتير، وعلى طول بنعملها. بصوا الفاز بقى اللي انا عملتها معاكم بقى، اللي قلت لكم بقى فاز منور، وتعالوا بقى هوريكم هحطها فين. انا حطيتها على البار. انا كل شويه كده بحب اغير في الديكور شويه، علشان ما نزهقش يعني. حقيقي بتبقى حاجه جميله كده، حتى لو حاجات من حاجات بسيطه عندك في البيت. تقعدي تفنني كده مع نفسك، وتطلعي حاجه جديده، هتديكي على فكره ايحاء سعيد. انا بالنسبه لي بتبقى حتى لو حاجه بسيطه زي كده بتبقى حاجه سعيده. بس انا عايزه اقول لكم بقى، يعني رايكم ايه بقى في التعليقات، عايزه اعرف. البار كده في التنظيم بتاعه شكله حلو، ولا ان كان محتاج ان هو يفضى شويه عن كده. انا كل مره هتلاقوني بغير في البار وبغير في الشقه شويه، وبحب كده التغيير، علشان احس بقى بان انا يعني فعلا تعبت ونظفت الشقه. لا مش بس كده، لازم ايه زي ما قلت لكم احب اغير في الاماكن. ده بيعمل طاقه ايجابيه وحاجه حلوه قوي. قولوا لي رايكم ايه. بعد ما خلصت بقى كان لازم اخر حاجه اعملها، اهم حاجه بقى اوريها لكم، هو بقى القهوه بتاعتي، علشان فنجان القهوه ده اللي هيخليني اكمل اليوم من غير ما احس بالتعب والمجهود اللي انا عملته في بدايه اليوم. وقولوا لي مشروبك المفضل ايه. انا بحب القهوه اشربها في اول النهار، وفي نص اليوم كده، علشان اقدر ان انا استعيد بقى نشاطي من الاول، وكأني لسه صاحية كده ولسه بقى فريش وكده. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم احبابي، وعايزة رأيكم، واستنوني في روتين قادم ان شاء الله. وسلام.